لما كنت في ستار اكاديمي كنت مشهور قوي قوي، وبعد كده حصل لي الدروب. انا بفتخر ونفسي ان انا اكون فلاح. ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. معايا في الاستوديو محمد قماح، منورني قوي قوي يا حبي انت اللي منورني وانت داخل مبتسم كده. انا حاسس ان انا بص طالع مع صاحبي بصراحه. ايوه، ما هي مصطبه. لا انت اعتبر ان احنا عندك في البيت في الاستوديو يعني وبنلعب دارت. عارف اللي هو الاحساس اللي مش لقاء. انا لا طالع العب. احنا لقاء سويدان النهارده. مفيش الكلام ده خالص يعني. مش هنحط تكاليف خالص. يلا. دلوقتي اصلا لسه البرنامج ما بدأش قولوا لي بعت رساله بتقول انا اول واحده هبعت واقول لك الف مبروك يا مارو، ايه الاغنيه الجامده دي؟ وبعدين بعد كده بتعاتبنا بقى، بتقول بس انا واخده على خاطري كده يا مروان تسيب موهبه لامعه زيي وتغني بره. طب كنت تسالني مش يمكن نغني سوا ونعمل ترند؟ ضيعت فرصه كبيره. اكيد عرفت انا مين دي. لولي. بس هي لولي عامله زيك كده برضو، فولتها عالي شويه يعني. ان شاء الله نشوف موهبتها وانت كمان ونعمل موهبتها ونعمل ترند نستغل الموهبه دي. طب دلوقتي عايز اسالك سؤال من اولها كده مثير للجدل. هل انت يا قماح بتتضايق من فكره ان الناس بتقعد تقول لك ستار اكاديمي اللي هي دي حاجه قديمه جدا، ولا انت بالنسبه لك لا انا بفتخر جدا بالموضوع ده وعادي؟ لا بص، انا بالنسبه للتجربه بتاعتي اللي انا ابتديت بيها في ستار اكاديمي دي حاجه انا بفتخر بيها وبفرح بيها كل ما بفتكرها. لان انا كنت صغير وقتها وكنت يعني 17 سنه وكنت ما عنديش اكسبيرينس كافيه، بس عندي كان ناس بتوجهني في بره في لبنان، وكانت تجربه حلوه لاي حد في بدايه حياته ان هو ياخد البوش بتاع الشهرة. بس كان طبعا بيبقى يليها لازم يبقى فيه زي ايه سابورت من بعد البرنامج ده. للأسف ما كانش موجود. بس اللي اقدر اقوله لك لا تجربة جميلة وانا بحب وبفتخر بيها، وخصوصا ان عملت اغاني بتاعتي كلها. يعني انا الناس مستي انا في البرنامج ده ان اغانية كلها اتحفظت اللي انا عملتها، مش قلت تنساني. يا عم ده الناس حفظت بطوط اصلا. صوت بطوط حفظوها يعني. والغريب ان لحد دلوقتي الناس الحمد لله فاكره الحاجات دي. وايه موضوع محمد قماح ابن الفلاح ده يعني في ايه؟ هي بص على فكره خلي بالك انا عائلتنا يعني انا بفتخر ونفسي ان انا يعني اكون فلاح. بالعكس انا بالعكس انا بحب جدا الزراعه في القصه دي. وحلمي ان انا يبقى عندي مزرعه. لكن انا عائلتنا خالي بيزعل اصله شويه من كلمه الاغنيه دي عشان قماح ابن الفلاح. طب خاله لان انا واخد اسم قماح من امي. اوكي. يعني اصلا انا اسمي محمد احمد يحيى توفيق. محمد قماح ده اسم الشهره. ده الارتست نيم. خدت الارتست نيم من بس بصراحه قماح يعني كده. خالي بيزعل من الواد قماح ابن الفلاح، ما اعرفش ليه. بس انا بالعكس انا بفتخر بيها وغنيتها وحبيتها، وفي نفس الوقت التراك ضرب وهي كانت ايدنتيتي لذيذه على وزن قماح فلاح. جات لي الفكره كده وانا صغير يعني. ايوه وانت لازال بيجي لك افكار غريبه قوي يا قماح يعني. ما تسلش ان انت وانت صغير انت بتكبرش. طيب يا جماعه، اللي عايز يوجه اي رساله للفنان محمد قماح او يكلمه في التليفون، رقم الاس ام اس 92 100 والتليفون 38 357 177 او 178. نسمع بقى ايه هتايه قماح اللي كسرت الدنيا اللي جنت، ونرجع تاني على طول. طبعا لا شك ان الاغنيه دي كسرت الدنيا. يعني مفيش انسان ما يعرفش اغنيه اليجونت خالص او نجيب ساويرس. يعني الناس يا بتسميها كده بس انا بيعجبني قوي قصه الاغنيه دي طلعت منين تحديدا. وخصوصا ان انا بحب قوي علاقه يا جماعه بسم الله ما شاء الله على الخشب جامد. حد يجيب منشار. علاقه قماح بزوجته رودين خطيره، وهي المفروض اللي عملت انسبيريشن للاغنيه دي. احكي لي القصه دي طلعت ازاي؟ هي الانسبيريشن بكل بساطه انا كنت عامل تراك يعني جات لي الفكره من ان رودي كانت عماله تطلب طلبات، فقعدت تقول لي يعني. فانا كنت في فتره كنت مضغوط، فقلت لها بقول لك ايه انا مش نجيب ساويرس عشان اعمل لك اللي انت عايزاه ده كله. فهي كانت بتقول لي عايزه الفيزا، عايزه مش عارف ايه. ايوه زي اي زوجه طبيعيه يعني. وهي حقها. بس الفكره ان انا كنت في الوقت ده بقول لك ايه انا مزنوق بقى. يعني انا حاليا انا عايش اللحظه اللي انت عشتها دي. فهي قلت لها بقى يعني مش نجيب ساويرس. وبقى جات لي فكره ان انا اخد الافيه ده احطه في الاغنيه اللي هي انت واحده اليجانت بتصحي تاكلي كرواسون
وعايزه حد معاه ماني يعيشك العيشه الفاني وياخدك هاني مون باريس وتتكلموا سوا اون فرونسي وكده. خطير. انا بقى اللي بيعجبني فيك يا قماح انك بيحصل معاك موقف او تشوف حاجه او بتقلبها اغنيه في ساعتها. ويمكن ناس كتير يعني شافوا منك الجزء ده وقت البرنامج، بس ما يعرفوش ان انت استمريت كده. انت مره سمعتني اغنيه انت عاملها لقطتك. انا خليت القطه كمان ذات نفسها تغني ازاي يعني المياو بتاعتها. والله بكلمك بامانه، انا كانت القطه وقتها احنا عاملين لها يا عيني اللي هي العمليه بتاعت عشان ما تتجوزش وليكن. فالمهم عمال يقول ماو ماو ماو، فانا عشان اتهون له قلت اعمل له اغنيه على اساس ان هو بقى دخلته على المايك ورحت مسجل له، ورحت بقى رسمت صوته بالميلوداين والميلوداين. فطلع الصوت وحطيت له طبله وبقى فرحان قوي بصوت القطه. تخيل تضرب وتعدي إليجانت، يعني فجأة تبقى القطة هي انا بقى كملت عليها جزء غنى وهنزلها قريب. ماشي يعني انا متحمس بس هي اصلا لحنها حلو جدا. ايوه بحبها، انا فاكرها معلقه معايا لغايه دلوقتي لما انت سمعتها لي لما كنا رايحين المشوار ده وانت بتسمعها لي من ورا الكرسي كده، فلا فاكر طبعا. طيب عايز اسالك سؤال تاني. انت سيبك بقى من انت كارتست بيغني وبيكتب انت برضو انت ملحن موزع في نفس الوقت، واشتغلت مع فنانين كبار قوي. مين اكبر اسم اشتغلت معاه؟ يعني طبعا يعني الفنان الكبير عمرو دياب. انا بفتخر بمشواري معاه في التجربه بتاعتي معاه، لان هو الواحد طبعا بيكبر قوي لما بيشتغل مع الفنان عمرو دياب. وبيتعلم والنجاح كمان خصوصا بتاع الاغنيتين اللي انا عملتهم معاه. كان الحمد لله كان حظي كان حلو ان ربنا وفقني قوي فيهم ان الاغنيتين يعملوا رد فعل قوي. انا في واحده فيهم وانا كنتش عارف ان انت اللي عاملها، يعني بتاعت الحفله. الحفله لا انا استغربت جدا اللي هي شوف الحفله دي حلوه ازاي. انا كل ده ما اعرفش ان انت فدي لحني وتوزيعي. والتانيه الكلام لك انت كانت لحني وتوزيع اسامه الهندي، الموزع اسامه الهندي. فكانت تجربه بالنسبه لي انا بحبها. انا اصلا فان لعمرو دياب، كلنا فانز يعني مراوح سقف كمان مش فان عاديه يعني. كلنا فانز قوي. هو يعني تجربتي كانت حلوه قوي والحمد لله ربنا وفقني فيها، وان شاء الله اللي جاي كمان الناس تتبسط بالاغاني اللي جايه. سواء ربنا كتب لي نصيب في ان انا ابقى، ما هو دايما ببعت له ما بيبقى حاجه بتبقى ببعت له وما بيردش. لا ممكن زمان والله كان يعني والله تصدق زمان كان في البدايه بقى خالص قبل ما اشتغل معاه هو ما كانش يعرف رقمي، فراح اداني بلوك. رحت جايب رقم تاني اداني بلوك عليه. فالمهم بقى وصلت لغايه ان انا فقدت الامل خالص في ان التراكس انها توصل. رحت بعت حاجه تانية خالص ما لهاش علاقه يعني يعني انا حسيتها انها مش ستايله، لان انا كنت مغنيها بطريقه مختلفه، هو شافها بطريقه تانية. وقال لي ايه ده، دي جديده وخطيره ومش عارف ايه. برافو. انا عايز الطبقه بتاعتي وطلعها لي 2 تون ومش عارف. رحت باعت له السيشن وابتدت العلاقه من هنا. والله بس هو عنده فيجن، يعني هو سجل الرقم ما فيش بلوك ساعتها ما عملكش بلوك تاني. والله انا عندي كام فنان كده يعني لو تشيله بلوك بس عشان عيب يعني، عشان احنا اصحاب برضو. تامر حسني ما بيردش عليا خالص، بيرد عليا بمزاجه. بس انا بص انا ما بلومهمش بصراحه، الناس دي بيبقى يعني هو ممكن تليفونه عباره عن قرص مشبك من كتر الطبيعي. بيبقى اي حد بيجيله يعني ريكويستس وبتجيله على تليفونه، فما بيبقى مش عايز مثلا رقم غريب. مش بيبقى قصدك انت ذات ايوه صح. لكن بيبقى عايز ان هو يبقى عنده برايفسي بتاعته. عارف يا اما احنا جات لي فكره غريبه قوي ما اعرفش، عارف ان بتوع الريل استيت اللي بيكلم لك يبيع الريل استيت دول اعملها له اغنيه دلوقتي بقوا كتير قوي وبيعملوا لي ازعاج انا جامد قوي. انا ببلوكهم كلهم لدرجه ان انا يعني بجيب رقم جديد لقيته رن ريل استيت. انا ما لسه مولود حضرتك لسه مطلع الرقم والله. طيب احنا بقى نسمع اغنيه الكلام ليك. اللي عايز يتواصل مع الفنان محمد قماح ممكن يبعت رساله على 92 او يكلمه على 38 35 177 او 178. لسه في اسئله كتيره جدا ومواضيع عايز افتحها وحاجات حساسه شويه، بس يعني بس في اللذيذ برضه. انا بحب الحاجات اللذيذه. نسمع الكلام ليك ونرجع تاني على طول.
يرجع لكم تاني لسه اسمع مروان يونس بجد في الراديو، ولا زال معايا الفنان الجميل المهذب الخلوق حلو المهذب المهذب والخلوق محمد. اصل انت يا قماح بجد انا بشوف فيك حته براءه كده. انتوا عارفين يا جماعه معلومه بس محدش يعرفها، يعني ان قماح ما بيعملش اي حاجه مضره غير مثلا ايه، بيشرب مشروب غازي كل فتره كده. غازي حتى ولا مشروب غازي؟ لا ممنوع يعني ما فيش اي حاجه. بتعمل ايه غلط؟ طيب ما انت اكيد الغلط حاجه غلط. الشوكولاته يا حبيبي بحب الشوكولاته كتير. وزمان بقى قبل ما اتجوز كانت الموضوع كان بقى متخيل يجوز يعني الله اعلم. الشهره برضه اصلا بتجيب حاجات معاها كده. هي دلوقتي الواحد يحترم نفسه الحمد لله. علي علوش بتقول يا مارو مبروك على الغنوه الروشه طحن. بتقول روشه طحن قصد عشان بتقول ده بما اني انا من الناس اللي عجزت. انا عاجبني بقى الكومنتات. انت عارف لسه هنتكلم برضو على اغنيه عجزت يعني، بس انا كل الفيدباك جاي لي من امهات. انا مش عارف ايه الموضوع ده يعني. امهات اصحابي يعني بيقول لي انا امي عجبها الاغنيه قوي. انت الحمد لله يعني خدنا الجيل اللي فوق خالص والجيل اللي تحت خالص. انا جاي لي من برضو ناس قدي يعني ناس نفس اللي هو الناس العواجيز. بس انت لسه انت في اول العجز. انت صغنن انت. لا انا بالعكس. انا الناس فاكره نفسها انها يعني يعني واخدينها فور فن يعني. يقول لي انا عجزت ليست. انا اصلا مع يعني انا حتى لو مهما كبرت هفضل عجزت ليست ماشي يعني. طب الحمد لله انه ده بقى يعني بقى في مقارنه كده يعني. عجزت ولا عجزت ليست دي بقى اسلوب حياه. هفضل اعيش، هفضل افرح، انا هفضل عجزت ليست. هفضل هخش كلابز عادي يعني. هسألك سؤال بقى. انت احنا سمعنا دلوقتي الكلام ليك بتاعت عمرو دياب اللي انت ملحنها. لحنت لمين تاني بقى؟ عايز اعرف عشان بما ان يعني دي بتبقى مفاجآت بالنسبه لي وبالنسبه للجمهور كمان. احب ان الجمهور يبقى عارف انت اشتغلت مع مين، والاغاني اللي عملت هيتات دي ان انت اللي وراها. وانا اشتغلت مع فنانين كتير. انت قلت لي حاجه ليها علاقه بحماده هلال في المداح. عملت الفنان حماده هلال في المداح اغنيه حبيبنا المصطفى وعملت له اغنيه اسمها ام احمد في البلكونه. ويا ريت ام احمد في البلكونه دي شبهك شويه. اهالينا ما ربونا. يا ريت اهالينا ما ربونا فعلا. ايوه انت اكتر واحد بتعاني من موضوع التربيه ده بصراحه. انت استثمروا فيك جامد يا قماح. وعملت للفنان حميد الشاعري ويلي. عملت معاه اغنيه ويلي. وعملت للفنان. وانت قفلت المنهج خلاص فيعني مش حلو كده يعني. محمد نور انت اشتغلت مع محمد نور. عملت له اغنيه هو في كده كده بامانه. وعملت لفنانين. عملت لجاد شويري يعني عملت لناس كتير. طب اسالك سؤال وتجاوب عليا بمنتهى الصراحه. لان كل الفنانين عندهم التركيبه دي او ما عندهمش. انا مش عارف انت انهي واحد فيهم. هل انت نوع الفنان اللي مش مدرك ان هو موهوب قوي وبتحس ان يعني هي جت كده كفته، ولا انت مدرك ان انت راجل عنده موهبه وبتعرف تستثمر فيها وتشغلها وكده؟ وانا صغير كنت حاسس شويه في فتره في حياتي ان يعني اتهزيت. يعني الثقه شويه اتهزت في فتره في حياتي كده. لكن اما كبرت بقيت يعني بحمد ربنا قوي على اللي انا فيه ومقدر الحاجه اللي ربنا مديهاني مختلفه. لان هي تالنت وربنا بيدي كل واحد حاجه موهبه في حته. يعني بتبقى مميز. مثلا في ناس فنيين مثلا موهبه. في ناس موهوبه في الفلوس اكتر. في ناس موهوبه برضو. لا يعني كل الحاجات الفلوس هتيجي وهتتصرف يا رب. الاخر يا رب. يعني. انا عايز انت الاختبار اللي انت فيه هتبقى في اي لحظه ممكن الفلوس يعني موضوع الفلوس ده انا فاهم كده او كده جايه جايه في اي لحظه. لكن لو بصيت يعني لها مش هتيجي يعني. لكن لو انت باصص انك انت موهوب في الحته دي وبتشتغل كده دغري هتلاقيها بتيجي وبتروح وماشيه وفي الاخر بتكتب. طب اسالك سؤال تاني. انت في البروسيس نفسها بتاعه تاليف الاغاني وغناها والكلام، انت بتستمتع بانهي جزء؟ التاليف المزيكا ولا الغنى ولا الفكره نفسها؟ انا بستمتع لما بتيجي الفكره ها اول ما بتيجي اللحظه. انت مجنون انت. انت يعني فاهم. بتلاقيني ضحكت كده وفرحت. ايه يعني جت ازاي دي؟ اقول لكم على مطلع قصه وهو يكملها لكم. قماح عامل اغنيه، مش اغنيه قوي يعني، ليها علاقه بالورك والصدر.
هي اغنيه للاكل. انت ايه بقى؟ بس دي مش إيه؟ اغنيه، دي يعني سكتش. انا بعمل حاجات كتيره كده تعتبر زي جينجل او فكره كده دمها خفيف. كنت انا مراتي نفسها تغني، فقلت لها اطبخي لي، راحت مش عارف قالت لي انت بتاكل صدر ولا بتاكل ورك؟ فقلت لها do you eat صدر ولا you eat ورك؟ طلعت معايا اللي هو I am hungry وبس، وطلعت give me هتة give me هتة. فهي خليتها تغني وعم خليتها تعمل الاكل في نفس الوقت. انت خليت مديرة اعمالك تغني برضو في حاجه من الحاجات. لا ما عنديش مديرة اعمال، انا ماضي مع شركه اسمها بيرسونا. البيرسونا ما انا ماضي معاها برضو. الشركه بصره. شركه بيرسونا تعتبر يعني مانجمنت لارتست كتير. وانا هي مكسوفه هي دلوقتي صاحبه الشركه. انا بفتخر بصراحة بعلاقتي الإنسانية اللي ما بيني وما بينها، لأنها أخت عزيزة وفي نفس الوقت هي نرمين تكلة. يعني أنا بجد كسبتها كإنسانة بعيد بقى عن الشغل والفن. أنا بالنسبة لي الإنسان أهم بالنسبة لي. أنا ربنا حطينا في طريق بعض أنا ونرمين بسم الله ما شاء الله. احنا عايزين بقى لوح خشب قد كده والله نقعد نخبط عليه كده ما شاء الله. لا بني آدمة سالكة ونضيفة من جوه كده. هي يعني عارفة قيمة نفسها وهي تستحق كل خير يعني بجد كإنسانة كست يعني ست يعني ست بجد تستحق التقدير قوي في كل حاجه يعني. جميله. طيب انا لسه عندي اسئله كتيره جدا. عايز اخد برضو اسئله لو من الجمهور اللي عايز يسال قماح اي سؤال، محمد قماح اي سؤال يبعت على 92 100 رساله او يتكلم على 38 35 177 او 178. وقماح اعمل حسابك ان انا هغمق شويه في الفتره يعني في اللينكات الجايه دي. غمق هاخد منك شويه حاجات كده يعني انسانيه كده وبعدين نرجع نهلس تاني. انا بحب الهلس والانسانيه بس نعمل ميكس ما بين هنعمل هلسانيه هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول. ورجعنا لكم تاني. انتوا لسه بتسمعوا مروان يونس بجد. شفت الطبقه دي بتحبها دي؟ انت عندك انت دي برضه؟ عندي بس انت عندك مخربشه كده. عندك شارب جوزه يعني مش الواد قماح ابن الفلاح. طيب دلوقتي في قبل ما اسالك السؤال بقى اللي انا كنت قررت ان انا اغمق معاك الحلقه شويه بس معانا مكالمه من الاستاذ محمد من جنوب سيناء. ما اعرفش اول حد يوصلنا لجنوب سيناء يعني استاذ قماح. تعرف انا لسه الرينج بتاعك رينج عالي قوي. هنروح لليبيا بقى وبتاع هنطلع في العالم كله. مساء الفل يا استاذ محمد. مساء الورد والفل والياسمين. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. معاك الفنان محمد قماح معانا في الاستوديو النهارده. يا هلا ازيك؟ منورنا يا باشا. يعني منوره باهلها وباهل جنوب سيناء. ما تعرفش انا بحبك قد ايه والله. يعني ده من ذوقك والله اقسم بالله. وانا يعني سينا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا والعريش والحته دي لان انا كنت بطلع اصطاد زمان انا وعيلتي. يا ريت تيجي تنورنا كده يا قريب كده ان شاء الله. ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله. ده شرف ليا يعني. انت يا محمد تعرف انت يا محمد تعرف يعني متابع الفنان محمد قماح من امتى؟ من زمان قوي من ايام ستار اكاديمي ولا في الحاجات الجديده؟ لا من ايام ستار اكاديمي. اوكي. وايه وعندك سؤال عايز توجهه له ولا انت عايز بس تديله بوسه في قورته؟ لا انا بدعي له بالتوفيق دايما ودايما يساعدنا يعني باعماله ودايما كده يعني كنت يعني متالق ودايما يكون يعني نجم عالي. ربنا يخليك والله. متشكر لذوقك قوي 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 ولكلامك يعني. طيب بص بقى يا استاذ قماح اي حد تاني عايز يتواصل مع الفنان يكلمنا على 38 35 177 او 178 والاس ام اس 92 100. احنا هنغمق انا اسف. دلوقتي يا قماح انت كان في فتره وازدهار وي انا وجهه نظري ان انت خدت عين لان الناس اللي بتتشهر وهم صغيرين دول شايف الحبايه طالعه في العين. يعني واضح ان انت لسه منزلين اغنيه راح تطلع لك الحبايه على طول. ايوه. انت جيت فتره اختفيت من الساحه خالص واللي انا فاهمه ان انت زاد وزنك وفي نفس الوقت جالك عيا معين. انا عايزك تكلمني شويه عن الموضوع ده. دي فترة في حياتي. أنا كنت من 10 سنين كده أو أكتر شوية جالي اكتشفت إن عندي عصب سابع ورحت كشفت. فكنت وقتها عندي شوية يعني ديبريشن وضغط شوية لأن أنا
انت عارف لما ببقى كنت في ستار اكاديمي كنت مشهور قوي قوي، وبعد كده حصل لي الدروب اللي هو بتاع ان انا ما عنديش اكسبيرينس في البرودكشن، فبقيت انتج ومش فاهم يعني، فبقيت اخسر فلوس ومش عندي النو هاو بتاع انك ازاي طب هنتج صح. فالقصه دي على بال ما فهمتها كلفت كتير، وفي نفس الوقت جت على صحتي وعلى ان انا كنت يعني بضغط نفسي. ف جالي ورم في المخ، لقيت نفسي بعد ما كشفت عملت اشعه لقيت في ورم في المخ، عملت عمليه. وكان وقتها بقى الادويه تخنتني لان كنت وبعد كده الحمد لله دلوقتي ربنا كرم ونزلت الوزن بتاعي تاني طبيعي. ايوه انت دلوقتي قمر ما شاء الله. واحده واحده الكيرف طلع تاني والثقه رجعت تاني. كل ده برضو الفضل يرجع لناس كتيره، اولهم مراتي وعيلتي، يعني عيلتي ومراتي، وفي نفس الوقت للناس اللي حواليها التيم اللي بيشتغلوا معايا. بس انت عارف بقى يا قماح، انا بحس ان الستوري دي ملهمه قوي، لان انت حصل لك اسوأ ما ممكن يحصل لانسان، والطبيعي ان هو يجيف اب خلاص ويقول يعني خلاص هي بايظه. انما انت عديت منها وتألقت تاني يعني. هي انا من وانا صغير عندي اصرار وما بحب اعمل حاجه يعني انا لعبت وانا صغير بينج بونج، ووصلت لان انا كسبت بطوله، يعني كنت يعني داخل بطوله الجمهوريه وخلاص يعني شبه بقى داخل تنافس بقى في يعني وصلت لمرحله كبيره قوي. ولعبت سنوكر وبول بلياردو، ووصلت برضو لمرحله كبيره قوي وكسبت في نادي اليوبلس. لعبت فولي ولعبت سكواش. فكل مرحله كانت في حياتي كنت بوصل فيها ما بعوز اوصل لحته. كان الحمد لله الاصرار اللي عندي وان انا كومبيتيشن اللي عندي بشرف بعمله، وربنا كان بيوفقني. فانا بالنسبه لي القصه بتاعت البرودكشن ما كانش عندي خبره فيها، فخدت تجربه ان انا انتج وانا برضو كانش عندي يعني الخبره دي. ففي الاول خسرت فلوس، بعد كده ابتديت افهم الموضوع وازاي اكسب من المزيكا والبيزنس بتاع تعتبر معلم نفسك حاجات كتيره جدا. هي السيرش، ودلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير، لان زمان ما كانش فيه بقى شات جي بي تي ولا يوتيوب ولا صح. الحاجات دي. لكن دلوقتي انت تقدر تخش تتعلم اي حاجه انت نفسك فيها، هتاخد من كذا حد كمان بيمشي يعني عندك انسبيريشن من كذا حد. بس انا قريب منك قوي في القصه دي. انا اتعلمت برودكشن من يوتيوب، وتعلمت ساكسفون، العب ساكسفون من يوتيوب، وتعلمت ويب ديزاين من يوتيوب. انا اصلا اتفاجئت بيك على فكره في المزيكا. انت ميوزيشن عالمي على قد لا والله ميوزيشن جامد جدا. محاولات بائسه. لا لما قعدنا مع بعض انت فاجئتني. وبعدين ده فاكر الغنوه اللي احنا عملناها؟ بعت لك لحن انا على انا مش كنتش عارف اعمل بيك ايه يعني فاهم. ده واحد مطلع لي صوت اغنيه الملوخيه دي بس يعني انا وقماح ان شاء الله بعد بقى يعني عملنا عجزت عندنا اغنيه اسمها الملوخيه شغالين عليها مع بعض. ربنا يستر بجد ربنا يستر. بس هي شبه قماح قوي يعني، وشبه انا كمان برضو. يعني احنا برضو ايه احلى حاجه ان احنا لقينا بعض كده في طريقه التفكير اللي هي الضايعه دي اللي هي لا انت بتكتب جامد قوي يا مروان بجد. وعندك افكار جديده، وعندك حته في المزيكا كمان تيمبو، ويعني ماسك بيت قوي وفي دماغك يعني، وصوتك حلو كمان، عندك نبره كمان حلو. ده انا كان صوتي احلى بكتير. لا بس اغنيتنا الجديده انت تنكر ان صوتك طالع فيها مختلف. انا واخد لك حلو. لا انت بجد. بس انت طلعت مني حته ما كنتش انا واخد بالي منها قوي. لا صوتك طالع حلو في ما انت برضو راجل، وانت صوتك حلو اصلا طبيعي يعني. انا طلعت حته كده كنت انا نفسي اسمعها. بس انت فاكر واحنا بنحاول نجيب الطبقات العاليه، كنت انا وانت فرختين قاعدين يعني 2 غراب قاعدين، معرفش رودي استحملتنا ازاي وما طردناش يعني. بس يعني الحمد لله. طيب انا لسه عندي اسئله كتيره جدا للفنان محمد قماح، بس اللي عنده اسئله من الجمهور الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنسمع شيرين تباعا. ماشي يلا نسمعها ونرجع تاني. يرجع لكم تاني. انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. ايه حكايه بطوط بقى؟ اشمعنى؟ يعني ايه؟ لا سيبك من بطوط خالص. انت جيت مره بطوط لما بيبقى عجز بيعمل اغنيه عجزت على الليست. ولا
انا بقى اطلع تفافه بس انا بقى الحته بتاعت بوتو 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 دي، عشان احنا بقى يعني بدايه من الساعه الثانيه هنبتدي نتكلم عن اغنيه عجزت، لان انا عندي مفاجات عايز اسمعها للناس، حاجات في المطبخ، الاغنيه اتعملت ازاي واتكونت ازاي، وفويس نوتس انا بعتها لقماح وقماح رد عليا، والديمو الاولاني والتاني. يعني انا احب ان انا اخلي الناس تشترك معانا في الطبخه نفسها اتعملت ازاي، وده يمكن يبين للناس قماح طريقه تفكيره عامله ازاي وسرعته في الاستجابه للالحان. بس عايز اسالك سؤال وسريع جدا، انت بتستخدم AI في المزيكا؟ انا بص، انا AI بالنسبه لي تول. يعني انا دلوقتي التول بتاعت AI دي حاجه بقت بتسرع الفيجن بتاعت الشخص صح اللي هو عاملها. يعني انا دلوقتي ببقى شايفها ان انا لو حطيت الايقاع او البيت، طبعا عشان ابني البيس درام وابني الكومبو ده هياخد مني مثلا نص ساعه، الاي اي بيعملها لي في برومت عادي. في برومت اكتب له الكلمه بالظبط، انا عايزها تبقى رايحه في الدايركشن لاتن مش عارف اعمل ايه، مثلا افهمه ان انا عايزها ازاي، فتطلع بنفس الفكره. وانا بعد كده ساعات بيطلعها اصلا مش شبه الفكره، اروح واخد بس الايقاع واروح حاطط عليها الهارموني بتاعي. فانا بالنسبه لي اي اي بستخدمه كانه صبي كده يعني. ايوه صح ايوه روح اعمل لي ده وتعالى اعجن لي بيت وتعالى اخبز لي ترومبت وتعالى. ده هو يعني صبي موزع. سونو بحب سونو. سونو ستوديو بالذات كمان خطير بالستيمز بتاعته بكل حاجه. فالتكنولوجي بتاعت الاي اي دي انا حاببها قوي، حتى كمان شات جي بي تي بيساعد في حاجات يعني في حاجات كتيره دلوقتي بقت سريعه قوي، واللي مش هيستخدمها هيطلع بقى بره السباق قوي. ليه؟ لا هيبقى بطيء. ايوه اللي سبق اكل النبأ. انا بالنسبه لي اللي ما بتعلمش اي في الزمن بتاعنا ده راح، هيبقى بطيء. وبترعب شويه من الفكره، لان انا لغايه دلوقتي مش عايز احط صوتي على اي بلاتفورم عشان الكلونينج. لان انا مثلا انا بحس ان انرجي ممكن بكره يقول لي ناخد حلقتين يعملوا كلونينج ونكتب بقى ويرجع لكم بس الاي اي مش هيعمل الحاجات دي، مش عارف يعملها بالظبط. لا الروح ما بتبقاش موجوده في الاي اي، لكن اللي هي السنس اوف هيومر ده لكن موجود عنده الفكره. يعني انت تديله الفكره وبعد كده تعمل ميكس ما بين الحقيقه والاي اي، تطلع حاجه شكلها لذيذه وسريعه وبرده كويسه. طيب ماشي، انا برضو لسه عندي اسئله كتيره، ولكن احنا محتاجين نطلع راس الساعه. اللي عنده سؤال للفنان محمد قماح يبعت على 92 رساله او يكلمنا على 38 35 177 او 178. نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني. ورجع لكم تاني. انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. لازال معايا الفنان الجميل الخلوق المحترم الموهوب الصريح القطنه. انت عارف ان انا في اتنين في حياتي قطنه، احمد الوكيل اللي بيذيع ورايا البرنامج، وانت اللي هو الناس اللي ما عندهاش حاجه سودا دي. يعني ما شاء الله عليك يعني. بنفضل كده دايما. القطنه حاجه جميله برضه، بس تكون قطنه نظيفه. قطنه بيضه كده. دلوقتي انا وقماح عملنا اغنيه جديده بقالها يومين، نزلت على المنصات الصوتيه كلها، ونزلت عندنا هنا في الراديو والراديوات التانية. اغنيه اسمها عجزت ولا عجزت ليست. فاكر احنا طلعناها ازاي الاغنيه دي ولا مش فاكر؟ احنا كنا عند صديق لينا، كنا بنفطر عند الاستاذ ياسر الحريري. وبعد كده انت قلت لي انا عامل فكره جديده لسه ما كتبتهاش، انا اسمها عجزت ولا عجزت ليست. قلت لك ايه ده؟ دي جامده قوي وخطيره. فرحنا قلنا هنعملها وهننفذها وكده، وجيت لي الاستوديو وقعدنا اشتغلنا على الموضوع وطلعت كده بقى في الاخر. الفكره يا قماح اللي انا برضو عايز اقوله لك، عشان انا بحس ان انت طاقتك عاليه جدا، بس انت بتدي الناس من طاقتك. لان انا فاكر كويس قوي ان انا بعد ما مشيت من اليوم ده انا بعت لك فويس نوت. انا سخنت جدا. انا عايز اقول لك عجزت ولا عجزت ليست دي في مخي بقى لها سنه ونص. انت اللي طلعتها مني. يعني هسمعكوا حاجه. انت عندك حاجات تانية يا معلم جامده قوي. لا انت الكلام اللي انت سمعته، انت سمعتني كذا حاجه وحاجات انت كمان نزلت. ايوه انت عجبتك الفرافير. انا فاكر في حاجات نزلت بتاعتك التانية كمان انا عجباني قوي قوي قوي، وفيهم افكار وجمل تقطيع ولحن جميل يعني.
بصوا يا جماعه، انا بعد ما اتقابلت انا وقماح اليوم ده في الفطار وانا سايق في العربيه بعت له ده: مساء الخير يا استاذ قماح، الاغنيه اتكتبت واتلحنت خلاص في مخي وانا راجع دلوقتي في السكه. هي دايما بيبقى موقف وقصاده عرض من اعراض الشيخوخه. فمثلا نزل اسهر وسط السين، قلت اخد قرصين فيتامين، ولبست لبس على اخر موضه عشان بطني بيجي لها حموضه. انا قلت ايه بقى؟ انت فضلت ما تردش عليا يومين ورجعت لي بلحن والله. يعني قعدت رحت انت راجع لي بده وكانت مختلفه جدا. فاكر ده الفيرجن الاولاني؟ ده فيرجن فاكر كان عندنا دي انت اللي كنت قايلها. نازل يسهر وسط السين، قال ياخد قرصين فيتامين، لابس لبس على اخر موضة عشان بطنه بيجيلها حموضة. فاكر انت لما بعتلي دي وقعدنا فيها حبه؟ احنا قعدنا في الدايركشن ده حبه. وبعدين جينا في مره انا وانت كده ما اعرفش ايه اللي خلانا نغير الاتجاه ونغير الفوكال لاين. ورحنا راجعين بقى عملنا اللي احنا عملناها دي. لا على فكره كلهم حلوين، بس اخر واحده اللي احنا عاملينها دي فيها رقص اكتر وفيها التوزيعه مع اللحن مع الموضوع كله ماسك بعضه اكتر ولايق على بعضه يعني. طيب انا شايف بقى نسمعها بقى تهيألي يعني. انا قعدت مستني الساعه الاولى عشان ايه يعني نشوف كده نعمل تحميس. وتعالوا نسمع مع بعض اغنيه محمد قماح ومروان يونس الجديده عجزت ولا عجزت ليست. عجزت ليست. ورجع لكم تاني. انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. انا كنت اقول بجد في العربيه، مش عارف ليه فجاه حسيت ان عايز اقول كده. وهي عامله بوتو 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 بوتو. عايز اقول لكم برضو ان الجزئيه بتاعت بوتو 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 بوتوكس اند فيلر اصلا قماح كان عاملها الاغنيه تانية يعني. هو كان محوشها كده، كان ناوي يعمل بيها اغنيه فاكر، رحت انت مقترحها بس لقيتها لايقه على لقيناها راكبه على الموضوع وقعدنا نقول طب ايه وانت اصلا اللي اقترحت ان ما تبقاش انا نازل اسهر وسط السين واخد قرصين فيتامين. انت قلت لي خليها من وجهه نظر ان احنا بنتفرج على حد. انت اللي كنت صاحب الاقتراح ده. لان هي كل شخص بيبقى نازل رايح يسهر وكده بيحس يعني لو واحد عدى ال 40 سنه بيبتدي يحس ان هو ايه ده وانا كبرت على ان انا اعمل كده. لا واي نوت ان انت تبقى عندك 100 سنه وتنزل تسهر وتتبسط بحياتك وتخرج مع ناس وتعيش تفضل على الجست ليست. انا بالنسبه لي انا شخص بيحب السهر والحفلات والحاجات دي، بس انا فعلا صحتي مش جايه. انا حاليا بكلمك وانا عندي الديسك يعني تلاقيني حتى قاعد معوج كده. بس هعمل ايه طيب؟ انا عجزت بس عجزت ليست في نفس الوقت. طيب كنت عايز اسالك على ايه اهو. مبروك يا مارو، مبروك يا قماح، جامدين كالعاده. عمرو الوكيل ده بني ادم جميل جدا انا بحبه. يا مارو مبروك على الغنوه الروشه طحن، بما ان انا من الناس اللي عجزت. علي علوش. انا عايز اشكر الناس كلها اللي بتبعت دي يعني كتر خيرهم والله على ذوقهم واهتمامهم والراجل اللي كلمك من جنوب سيناء ده الراجل اللي من جنوب سيناء ما بتجيلناش احنا المكالمات البعيده قوي دي. لا يعني ده كتر خيره. ده راجل يعني عنده ولاء. ايوه. عايز اسالك سؤال، هل شايف نفسك كمان 10 سنين لا كمان 20 سنه راجل كبير كده زي عمرو دياب كده يعني فاهم يعني هل هتفضل تغني وتعمل يعني انت شايف نفسك بتعمل حاجه تانية غير ده ولا استحاله؟ ما انا بص انا يعني انا بحب الميوزك عامه. انا بالنسبه لي بلعب دلوقتي مش يعني الكومبيتيشن عندي او اللي هو المنافسه بالنسبه لي ان انا اتبسط بان انا نجحت في اي حاجه بقى، سواء كملحن او كمنتج او مغني او موزع او انا موجود في الاندستري. انا بالنسبه لي الصناعه هي دي بالنسبه لي هي اللي بتفرحني. انا فرحت بنجاحي مع حماده هلال، فرحت بنجاحي مع الفنان عمرو دياب، مع الفنان جاد شويري، مع الفنان كل حد بشتغل معاه بحقق معاه نجاح. هي دي طب اشتغلت مع حد كان ديكتاتور؟
يعني عايز يحط رايه ومصمم على رايه ومش عارف تقنعه وكده. لا هقول لك انا ليا طريقه. انا لما باجي اشتغل مع شخص، اصل انت ديكتاتور بس عشان لا انا مش ديكتاتور يعني. والله. لا هشهد نرمين. والله ديكتاتور. ايوه ديكتاتور طبعا. انت تعرفش انا ممكن اكون ديكتاتور من غير ما اعرف بس. ماشي كمل. لا هو انا مش ديكتاتور على قد ما بتناقش. ساعات بيبقى الشخص اللي قدامي بيبقى عنده وجهة نظر وبقول له نجرب. لا بالعكس انا مش انا ديكتاتور والله. تصدق على كرامته. لا انا مش ديكتاتور والله. لا في مره وانا لا ديكتاتور في الحاجه اللي هي الصح. قلت لك مش عارف انا مجربها قبل كده نعمل ايه في الماستر وكذا، قلت لي بقول لك ايه لا خلينا في اول قطفه وبركه اول قطفه ومش عارف ايه. وبعدين ليه؟ لان في تفاصيل انا مجربها قبل كده. أيوة. لما بتقعد يتلعب فيها كتير بتبوظ صوتها وبيبوظ. فاقول هنبوظ يعني فاهم. ففي حاجات ممكن لازم ابقى رايي هو الصح لاني مجربها. فهنقع فاهم. تعالى بقى. وفي نفس الوقت على فكره ما انا مشيت لكم اللي انتوا عايزينه. قال لك ما انا مشيت لكم اللي انتوا. رد انت بقى، رد انت يا استاذه نرمين. رد يا قماح. قولي الحقيقه بقى. انا ديكتاتور خلاص. انا ديكتاتور. لا هو قماح يا مروان اطيب انسان في الدنيا. مفيش مشكله. اطيب قلب في الدنيا. بس هتيجي جنب المزيكا لا ديكتاتور ونص. اول ما بنيجي نتكلم في شغله لا هو عنده فيجن. أيوة. وعنده قرارات واضحه وصريحه. بيسمع كلامنا وبياخد براينا في الاخر بيعمل اللي هو عاوزه. بس بيسمع كويس. لا بس بعمل برضو اللي انتوا عاوزينه. بس هقول حاجه 99.9% بيطلع عنده حق. أيوة. هقول الحقيقه برضه لا صح. في حته المزيكا انت بتطلع عند يعني من كام يوم كان عندنا ميتنج مع فنان مع اداره اعمال فنانه كبيره جدا. وطلبت كان عندها فيجن معينه، كان عنده فيجن معين للتراك. هو سمعني التراك قبل ما نقعد الميتنج ده. فانا قلت له ايه ده حلو بس مش عارفه يعني حاسه الفيجن الاولانيه احلى. لما قعدنا في الميتنج اول تراك اختاروه هو اللي كان هو شايف اللي هو شايف. ما هو بيطلع عنده حق في الاخر. ما هو مش جايب الدكتاتوريه دي من الفاضي. لا عنده حق. ايه ده صوتك واضح قوي فجاه. انا صوتي كان بعيد قوي. عنده حق وعنده رؤيه فنيه غير عاديه. بس في الاخر انت دكتاتور. بس دكتاتور للصالح. دكتاتور لذيذ. دكتاتور قمر. هو انا يعني والله ما دكتاتور يا جماعه. انا على تجربه لان انا انتجت فبقيت فاهم ان الحته دي هتوقعنا. وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي يعني اللي الكلاينت عايزه هعمله له. يعني سواء مغني معين انا هقول له وجهه نظري، لكن كتير مشيت للكلاينت وجهه نظره وببقى مش مقتنع خلاص. هو انا بقول له كده عايز تلبس البس. انا اول مره اقول كلمه في حقك بصراحه يا قماح. انت الشغل معاك ممتع. انت والله جميل ممتع. يا مارفي والله ممتع جدا. انت بتخلي الشغلانه فن. انت ما نسيتش ان دي حاجه المفروض تبقى مبهجه ولذيذه. انا بنسى الكلام ده ساعات. انا بتنشن كده واخدها على. انا بحسك راجل عايز تستمتع بالبروسيس نفسها. انا بالنسبه لي فعلا البروسيس لو ما كانتش فيها حاله كده فيها بهجه كده وفيها فيها مشاعر. فيها مشاعر. فيها حاجه كده عشتها. يبقى ومشاعر واحاسيس عشتها كده واتبسطت بيها مش هتبقى ليها طعم. صح. الناس مش هتوصل لها على فكره. الناس بتوصل لها لما بتبقى انت كانت فيها حاله وفيها قصه وفيها حاجات دي كلها ما الناس بتعرفها. لا الموضوع بيختلف. ماشي. في قصه هخليك تحكيها لي بس بعد ما نرجع تاني ويا رب بقى ايه ما يعني يا رب انا ما اتحبسش بعديها. بس انت عادي انا اللي هتحبس يعني. بس تمام. ايه ليه بعد الشر بتاعت البوستر. ايه بوستر ايه؟ هنحكيها بس دي قصص كتيره مش قصه واحده. انا عايز اعرف من زمان دي. من اول ما طلعت انا. ماشي. يعني اول ألبوم في حياتي. ده كان في الاول وانت كمان كنت بتحكي لي على انت اللي كنت بتصرف على الدعايه واللي وكان في قصه معينه بتاعت البوستر اللي كل شويه تشيل. بس استنى بس يعني عشان نديها فرصتها. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على يلا بينا. ورجع لكم تاني. انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. لازال معايا الفنان الجميل محمد قماح. قبل ما اسالك السؤال اللي جاي عايز اسمع الجمهور حاجه بس مهمه جدا عشان وانت بتشرح موضوع الفرخه ده. ماشي فاسمعوا يا جماعه. دي مرات قماح. Do you eat twerk? Yes. I eat sugar. No. Do
you eat work? Yes. I eat cedar. No. I eat cedar. No. Do you eat work? I eat work. I eat cedar. No. Do you eat work? Yes, I eat work. Lovely, lovely, lovely. خطير. بص خطير، بس الاخطر في الموضوع قد ايه رودي بتدوس معاك في اي حاجه كده. قلت لك هي قصتها دي كانت اللي هي كانت عايزه تعمل حاجه في المطبخ وجت الفكره انها يعني هي عايزه تغني وانا عايزه تطبخ، فقلت لها نعمل. طب وهي حياتها مع انا كان المفروض استضيف رودي والله العظيم، يعني كان لازم اخد وجهه نظر رودي في الموضوع ده. لا هي كانت نفسها تغني، وهي على فكره رودي برضو انا بالنسبه لي كل شخص ينفع يغني. اقدر اخد لك الحته الحلوه اللي في صوتك. فرودي كانت عندها حته كده قريبه من هيفا، قريبه من بطريقه كده مختلفه، فانا قلت نجرب نلعب. وفي نفس الوقت تبقى يعني يعني انا كنت اعملها فور فان لينا يعني، فعملناها على فرخه وعلى مش عارف ايه القصه بتاعت اللي هي هي كمان بتشتكي دايما من فكره ان انت يجي لك لحن في وسط الليل وانت نايم فتقوم تشتغل، ويعني عايزك تحكي القصه دي بالذات بتاعت هي شويه بتتضايق لان انا يعني مزعج شويه. يا حبيبي غلبان قوي. لا والله مش يا حبيبي، هي بس صدقني انا ببقى مؤدب لكن انا الحقيقه شرير. لكن هتلاقي يعني ممكن تتقبل الشر مني لان انا عشان وشك بريء قوي. ايوه بتقوله بأدب فعلا. لكن هو الفكره ان انا فعلا بزعجها، يعني لو واحد تاني بيزعج ممكن تتقبلش. وانت لما اللحن بيجي لك هو لازم تشتغل على طول. انا بحس ان انت الشخص ده يعني ما ينفع، يعني يا هتسجله فويس نوت يا هتخبطه كده وتطبل وتعمل يعني. فهي الله يكون في عونها يعني. هي انا بيجي لي فكره فبروح قايم عامل بقى ازعاج في البيت، فهي طبعا بتبقى عايزه تنام تريح مش عارف ايه، صوتي عالي انا بقى ومشغل مزيكا والصوت كل الناس بتشتكي مني حوالينا. طب تعالى نحكي القصه بتاعت البوستر. دلوقتي انت كنت بتحكي لي ان انت زمان كان كنت انت اللي بتصرف على الدعايه وكنت بتتعب جدا في فكره، وانت حتى قلت في اول الحلقه بعد ما خلصت الشهره بتاعت ستار اكاديمي وانت كنت عايز تفضل موجود وكان عندك قله خبره في حاجات معينه وبتاع، فعملت لنفسك حمله اعلانيه، ده على حد علمي ده لو انا فاكر صح يعني. ايوه. وكنت حاطط بوستر في حته وكل شويه يتشال او يتقطع. ايه القصه؟ هي بص، هي القصه دي ما ينفعش تتحكي لانها يعني فيها جزء يعني يخص انا فاهم ممكن يتفهم غلط. ممكن يتفهم يعني غلط. ممكن يتفهم غلط. بس هو لكن هو الحقيقه هو الحقيقه انا كنت يعني انا كنت صغير وفاكر ان هم بيقطعوا البوستر ده بقى والناس بتحاربني بقى هو جه في دماغي كده وانا صغير ما اعرفش ليه، بس هو الموضوع طلع حاجه تانية خالص. وهو على فكره انا لو بعلق بوستر وكل شويه اتقطع اول حاجه هتيجي في بالي ان في حد بيحاربني. البوستر بيتكلف انت فاهم، كل شويه الراجل يقول لي قطعوا البوستر. قلت الراجل بيعمل عليا بيزنس، طب اشمعنى البوستر ده بقى ولا ايه الموضوع؟ فرحت بنفسي في الاخر وقفت وشوف هم مين اللي بيروحوا يقطعوا. في الاخر اكتشفت ان اللي بيقطع البوستر يعني هي ناس بتصلي. فهم وهم بيصلوا بيبصوا على البوستر. كان البوستر انا باصص كده يعني عشان كده بقول لك ما ينفعش تتحكي. لا بس لكن انا فاهم يدي الايحاء البوستر يدي الايحاء انها رمز ديني. يدي انها رمز ديني ان هو يكن. فهم الناس اللي بيروحوا يقطعوه بتوع الكنيسه. يروحوا يقطعوا البوستر يقول لك ده شبه مش مصدق. لكن هي بس انت اتكلمت مع انا كنت صغير وقتها. انا اتكلمت معاهم لقيتهم بالموضوع يعني لكن فاهم هي كانت قصه غريبه جدا والله. وانا بصراحه كان عندي احباط شديد ان هم بيقطعوا لي البوستر بتاعي. لكن في الاخر تفهمت يعني الوضع بقى ان هم يعني بس يعني يلا بقى خلاص هنقول ايه. والله طيب وجميل انت ان يحصل معاك موقف زي ده، بس مش مفهوم يعني. وعجبني قوي ان انت تفهمت يعني. هم قالوا لك هو تصميم البوستر بالطريقه بشكلك بالشعر الطويل بالبتاع قال لك شبه سيدنا عيسى. فالموضوع بيقطعوه عشان كده يعني، فالناس بتتضايق وهم بيصروا. الحمد لله. فانا قلت بصراحه الحمد لله، والله حطيت البوستر في حته ثانيه بس خلاص وما تقطعش. فهمت بقى الموضوع كنت يعني مش فاهم
فاهم بس انت يا قماح شكلك بيتغير بشكل غريب جدا. فاكر احنا لما جينا نعمل البوستر بتاع الجست نفسه، انا الاي اي طلعني من اول ثانيه. انت بقى قعدنا احترنا فيك كده لان انت في كل اضاءه شكلك بيختلف تماما. هي يعني البتاع يعني هي انا في مراحل كتيره في حياتي هتلاقي يعني يمكن كده عشان كده الاي اي مش عارف يفهمني. طب هسألك سؤال وترد عليا بصراحه. هل انت بتشوف نفسك ولد حليوه؟ خالص انا ما بعتمدش خالص على ان انا شكلي مثلا. اصل انا بحس ان الفنان وخصوصا لو هيعمل اغاني حب وهيصور كليبات وبتاع بيبقى في حته كده جان كده اللي هو ايه. انا بعتمد على قوتي في المزيكا وقوتي في ان انا اطور من نفسي في ان انا ابقى الكاركتر ذات نفسه يبقى في بريزنس يعني يبقى في حضور. بس انت هديت عن زمان شويه صح او استويت. انا بحس انك استويت كبرت كده وعقلت كده. عجزت على عجزت. انت عجزت فعلا بس لازلت عجزت. فلا يعني الخبره بتكتسبها لما بتشتبك مع حوارات كتيره وتخبط كتير. انت كفايه قعدتك اللي انت قاعدها كلها وقار دلوقتي. شفت كلها تناكه. كلها فيها عظمه كده. فيها جلوري كده مع انه غلب الدنيا بس يعني كده لا انا حاططها كده عشان بريت بصراحه. حط رجلك. احنا التكييف عندنا التكييف على. بص في حد بيقول له اغنيه تحفه الف مبروك معبره عننا. وكنت عايز اقول لقماح انا فاكره ليه ميكس جامد بتاع كنت كسح كسل كان عامله تحفه. شكرا ليكم. ايه الموضوع بتاع الميكس ده كانت في رمضان وكان انا بيجي ساعات تطلع حاجات ترند في رمضان كده فبعملها ساعات ممكن تيجي معايا فكره اغنيه اروح منزلها. فكان ساعتها الفنان امير كرارة عامل اغنيه سوري مش اغنيه عامل مسلسل المسلسل قال في الجمله دي وقال في جمله ضربت اللي هي كنت كسح كسل فرحت عاملها اغنيه. ماشي. ونزلتها ضربت. انا وانت والله العظيم بنفكر زي بعض لان انا المال الحلال اهو الحلال اهو انا عملت لها ريميكس برضو لما ما قدرتش امسك نفسي هي لايقه كده. انا بسمع الكلام اللي فيه تقطيع. انا بسمع الكلام الحان يعني انت بتتكلم بسمعه في وداني كوانتايز بالظبط بسمعه رتم وبسمعه فيعني ممكن تبقى واحدة بنت صوتها الاقي كده نفسي بلحن لوحدي الكلام اللي هي بتقوله. انت عارف مين اللي كان كده؟ موتزارت موزار زمان اماديوس كان في اوبرا عملها كلها من خناقه من حماته بتتخانق معاه وعماله تصوت وهو راح قاعد بص عليه كده راح سامع وبقت كانت كسرت الدنيا طبعا كانت هيت ساعتها يعني ترند. انا بسمع رتم الكلام انت بتسمعه متقسم كده. طيب لسه عندنا اسئله كتيره. اللي نفسه يسال قماح عن اهو بص عمرو الوكيل بيقول قماح كان مكسر الدنيا في ستار اكاديمي وكان جان طبعا يا مارو. حتى بقى الواد قماح ابن الفلاح. بص انت خلاص انت قماح ابن الفلاح دي انا لا ولسه قريب كمان بقى ما اصل انا حلم حياتي ابقى عندي مزرعه فانا شغال على الحلم. هتبقى بجد باذن الله هتلاقيني جايب حمار كده وقاعد على لا واشوف الحاجات دي. انا دي حلمي بامانه. ده انا بحب الحمير اكتر من الحصنه لان بتبقى لامس الارض فالحصان ممكن تقع في لحظه لكن دي هتقع مش هتحصل لك حاجه. طيب اللي عايز يقول حاجه لمحمد قماح يبعت رساله على 92 او يكلمنا على 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع الله اغنيتي انا بقى شويه نرجسيه بقى من ناحيتي انا. هنسمع ايه ده ونرجع تاني على طول. ورجعنا لكم تاني. ايه ده بسرعه قوي. ورجعنا لكم تاني. لسه اسمع مروان يونس بجد في الراديو ده اخر لينك. للاسف انا الحلقه طارت يعني ما حسيتش بيها خالص وكان عندي سؤالين مهمين قوي فهسالهم لك واللي يحصل. اول سؤال كان احساسك ايه لما اغنيه اليجانت اتاخدت وبقى ليها توزيع انترناشونال واتغنت بره مصر من فنان انا سوبر ساكو انا عارفه من زمان قوي يعني. سوبر ساكو ده اللي كان عامل مستن بينا ميجينا نينا وكان مكسر الدنيا وخد اغنيه اليجانت وعمل منها هيز اون فيرجن. كان حصل ازاي ده؟ كلموني كانت وولف ده اللي هو كان ماسك مدير اعمال سوبر ساكو وسوبر ساكو كلمني قال لي انا عايز اتصلوا بيا فيديو كول قالوا لي انا عجبني جدا اللحن بتاع اغنيه انتي واحده اليجانت وعايز اكتب عليه كلام ارماني انجليزي ميكس وهغنيه هو وحد اسمه اركادي ديميكيان.
طبعا انا بالنسبه لي حاجه حلوه جدا طبعا ان انا لحني يتغنى في حته عالميه. انا شفت الحفله اللي كان بيغنيها فيها دي، كانت حفله فيها منظر مرعب يعني. كان فتجربتي معاهم برضو كانت حاجه حلوه جدا. وخدوا حقوق اللي هو الريبابلش مني عشان يغنوا الاغنيه. مش فنانين كتير حصل معاهم كده يا قماح، انت مدرك يعني، ده عمرو دياب مثلا يعني وانت يعني فاهم. هي الحمد لله رزق من عند ربنا، والحمد لله ان برضو كمان يعني الناس بره عاجبهم مزيكتي يعني. الأغنية بقى ما غنت بره برضو عملت رد فعل قوي جدا معاهم بره، فايرالت عندهم. هو بقى عايز ياخد أغاني تانية ويفتح معايا شغل بره حلو قوي. يا رب لحن لشاكيرا بقى. بس يعني. آخر سؤال، انت مثلت ولا ما مثلتش؟ بس عشان مش عملت مسرحية مرة لكن لسه ما مثلتش بقى في السينما. حابب انك تستكشف هذا الموضوع؟ جدا جدا. تحب تتمثل؟ ما جاليش لسه فرصه، بس ان شاء الله لما تيجي اوعدك اول حد لازم بص نطلع سوا. نعمل نكتب، ما زي ما بنكتب اغاني ممكن نكتب مايكرو دراما ولا اي حاجه بالشكل. انا بحب والاستاذه نرمين تبيعها لنا في ثانيه وخلاص، خلص نجحنا. بالظبط كده. قماح انت نورتني النهارده بجد. انا انبسطت قوي من الحلقه بتاعت النهارده، واعتقد كلنا استمتعنا هنا في الاستوديو. انبسطت قوي، واتمنى يكون مستمعينا النهارده اتبسطوا بهذه الحلقه. انا اتمنى لك من قلبي مزيد من النجاح، وتفضل سهم طالع لفوق كده، وربنا كده يحرسك من العين يا ابني. والله انت نجمك خفيف. انا كمان عايز اشكركم جدا، واشكر كل التيم اللي عندكم في الراديو انرجي، واشكر ايناس الشواف، واشكركم كلكم بجد واحد من قلبي. واتبسطت اكتر كمان من ادائك. انت طلعت مني كلام ما كنتش اعرف اقوله يعني. انت بجد يعني انت اختراع يعني. انت عندك كلام بتكتبه شاعر، وكمان مزيكاتي شاطر، ومذيع شدت مني كلام. لا بتفاجئني كل شويه يا مروان، والله انت فكرني عارف بمين؟ بأسامة الرحباني. لأن أسامة برضو كان يعرف يانالايز الأغاني، وانت بتقولها بطريقة فيها كوميك مع الحقيقة يعني. بتقول الحقيقة بطريقة كوميدي، سم في العسل. لا مش سم في العسل، بتقولها بطريقة يعني الناس تسمعها تضحك، وفي نفس الوقت تاخدها بطريقة ليك طريقة وانا حبيتها قوي. فعايز اشكركم كلكم، والنهارده يوم جميل جدا ليكم، والحلقة جميلة، ويا رب الناس تكون اتبسطت. واشكر الناس ربنا يخليك، ربنا يخليك. اسمعوني كل يوم خميس. ايه ثانك يو. واحدة بطوط بقى. اسمعوني كل يوم خميس من 4 ل 6 على ارج 92.1. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.